فن إنك تقولي لأ وإنت مرتاح في حاجة محدش علمها لنا زمان. إزاي نقول لأ من غير ما نحس بالذنب؟ اتربينا إننا لازم نرضي الكل، نقول حاضر حتى لو مش قادرين نساعد، حتى لو متكسرين. بس الحقيقة اللي بيقول نعم دايما بيتعب أسرع من أي حد تاني. مش كل لأ معناها رفض فيه، لأ معناها حب لنفسك. يعني لما ترفض حاجة تضرك أو تقطع علاقة بتستنزفك أو تبعد عن مكان بيطفي نورك، ده مش قسوة، دي حنية على روحك. ربنا خلقنا بحدود حتى في العبادة. ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا ما طالبها وسعها. يعني حتى في الطاعة ربنا بيقول لك خدي بالك من نفسك. فلما تقولي لا عشان تعبانه أو مش قادرة أو محتاجة وقتك لنفسك، أنت كده مش أنانية، أنت بتعملي اللي ربنا قال عليه، تحافظي على نفسك. في حديث جميل للنبي بيقول إن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني ما فيش حاجة اسمها تدي للناس على حساب نفسك طول الوقت. لو فضيتي كل طاقتك عشان الناس هتفضلي فاضية. لما تحتاجي نفسك فيه ناس لما تقول ليهم لأ يزعلوا، بس بصراحة اللي بيزعل من حدودك هو الشخص اللي كان مستفيد من كسرها. فما تخافيش تخسري حد اللي بيحبك بجد، هيفهم إنك مش بترفضيه انتي، بس بتحبي نفسك كفاية إنك تختاري الصح ليكي. في مثل صيني بيقول الشجرة اللي واقفة مستقيمة ما بتسمحش لأي حد يركبها. وانتي كده لما تكوني واقفة بثبات مش كل الناس تقدر تتحكم فيك، وده سر الهدوء والقوة. في نفس الوقت تعرفي ايه أكتر وقت محتاجة تقولي فيه لأ. لما صوتك الداخلي يقولك أنا تعبت ما تكسريهوش عشان الناس ما يزعلوش، لأنك لما تسكتي كل مرة أنت اللي بتكسري من جوا. قول لأ بحب، أقول لأ باحترام، بس أقول لها وأنت هادي وواثق. حطي لنفسك حدود مش عشان تمنعي الناس، لكن عشان تحمي قلبك. الناس اللي بتحبك فعلا هتحترم حدودك، واللي مش بيحترمها ما يستاهلش مساحة في حياتك. تطوير الذات مش بس إنك تشتغلي على نفسك، التطوير الحقيقي كمان إنك تعرفي إمتى توقفي. الراحة مش ضعف، الراحة جزء من الرحلة. وفي آخر اليوم اقعدي في هدوء وخدي نفس عميق واسألي نفسك أنا النهاردة قلت نعم لحاجات بتفرحني ولا قلت نعم لحاجات بتستنزفني؟ ولو اكتشفتي إنك قلتي نعم لنفسك ولو مرة، صدقيني أنت كده مشيتي خطوة حقيقية ناحية السلام الداخلي. ربنا قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني جوا كل واحد فينا البوصلة اللي بتقوله فين الصح وفين الغلط. اسمعيها لما تقولك كفاية، اسمعيها لما تقولك مش عايزة تكملي في ده، وخلي الجملة دي دايما في بالك. قول لأ مش رفض للناس، قول لأ موافقة على نفسك. قولها براحة، قولها بثقة، قولها وانت مطمن إن اللي بيحبك بجد مش هيبعد. وساعتها بس هتحس إنك أخيرا بقيت حرة وهادي من جوه.